نحن نحتاج اسم يؤهل الدول العربيه والعالم بالاجمع. لابد ان ياخذ هذا الاتجاه. السلام لغه تجمع الشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب وقبائل لتعارفوا. وأضاف في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. يا هند ركز على كرسي. الله يعلم. وأضاف في آخر سورة الأنفال آية مهمة أوي، هو موضوعنا اليوم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا هو الهدف من هذا الإطار الجميل. نحن نتذكر في وجود قامات علمية وعسكرية حضرت حرب 73. كل تحية والتقدير لهؤلاء الأبطال الذين كان الوطن العربي على قلب الرجل الواحد متجمعين. فكان النصر للأمة العربية بالكامل، كان النصر لتحقيق الإرادة المصرية والعربية. نتمنى من الله أن تعود هذه اللغة مرة أخرى من خلال ما يتم من هذه المؤتمرات وخلافه. كل التحية والتقدير لحضراتكم وشكرا. وتحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. لعشاق الافلام المصريه ومن شاهد فيلم الممر، الفيلم اتعمل وقصته كامله عن بطل الصاعقه المصريه. هو احد قيادات الصاعقه والمجموعه 39 قطار. هو البطل الحقيقي لفيلم الممر المتواجد معنا الآن والذي سينير المنصة بكلمة. فتحية له اللواء محي نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر كل من دعاني إلى هذا المؤتمر. أشكر الأستاذ المستشار محمد شعلان. أشكر السيدة هبة مزين الجندي. وتحية لكل قادة القوات المسلحة والشرطة الموجودين معنا النهارده. وتحية لكل سفراء السلام اللي موجودين معانا ولكل قادة السلام في العالم. أنا بقول حاجة مهمة جدا: إن السلام من غير القوة لا يتم السلام من غير القوة. لابد عشان يكون هناك سلام لابد أن نكون أقوياء. أقوياء إزاي؟ إن إحنا نتحد، الشعوب العربية كلها تتحد على كلمة رجل واحد. يبقى كلنا رجل واحد. الشعوب العربية كلها يجب أن تتحد عشان تبقى قوة. عاوز أقول حاجة مهمة جدا. إحنا انتصرنا في أكتوبر 73. بعد ما انتصرنا في أكتوبر 73 كان هناك المفاوضات ثم بعد كده التحكيم. لولا الانتصار والقوه اللي كانت في 73 وانتصرنا في 73 ما كان هناك سلام، ما كان هناك لا مفاوضات ولا تحكيم ولا كنا خدنا ارضنا. فلا بد ان السلام تحميه القوه. لا بد ان نكون قوه واحده ونبقى متحدين كلنا مع بعض عشان نحقق السلام في ربوع الوطن العربي كله. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين. يسعدني ويشرفني
كمركز السلام أن نستمر معكم في مؤتمرنا اليوم، فأنتم النخبة في هذا المجال وأفضل العاملين فيه، حيث أن عددا قليلا من أفضل المهتمين بالسلام مستعدين لتخصيص الوقت والقيام ببعض التضحيات من أجل حضور هذا المؤتمر. ومنهم من أتى من المملكة العربية السعودية لكي يشارك في المؤتمر السادس لمركز السلام العالمي، مؤتمر السلام العالمي. الكلمة الآن للمملكة العربية السعودية، سفير مركز السلام العالمي للمملكة، الكلمة صحفي صالح الصحفي. أهلا وسهلا يا فندم. يا نهار أبيض يا سلمى حبيبتي، خدت بالك يا سلمى؟ يا اختي من ايام ما كانت كده وانا اختك من امتى؟ سلمى واخويا محمد. سعادة المستشار محمد شعبان رئيس المؤتمر، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم رسالتنا السلام، نعم دعاء السلام، نعم تقول لي المباراة ده عايزك يا حبيبتي. أتيتكم من أرض السلام، أتيتكم من أرض الحرمين الشريفين، أتيتكم من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أتيتكم من شقيقة القاهرة. حضرتك سهير؟ صح حبيبتي. احنا اصدقاء بس على التليفون على الفيس. ونزلت هي وقلت لك اتصلت عليك عشان تشرفيني وقلت لي طب مره ثانيه انا ليك كنت بتصوري المركب. معاك الدكتور عبد الحكيم تهامي من هيك. اهلا وسهلا، زي حضرتك، كل سنه منور الدنيا، كل سنه وحضرتك منور. بس بصيت كده قلت شبه ممكن. لا انا سوريوس، انا سوريوس. ايوه ما انا قلت على طول. نور الدنيا، واعمل لحضرتك لقاء، اخلص واعمل لحضرتك كده. والأطفال وأن يكونوا بهذه المستشفيات وعافية رجال لا سلام لبني الصهيون، لا سلام لله جميعا. أقول بما لا أعرف إن هناك مثل شعبي يقول ما يحب جدي إلا الرسول. نحن كأمة عربية إن لم نتحد، إن لم نعمل لمصالحنا، فلا يجب أن ننتظر شيئا من المؤسسات الدولية مهما كانت لافتاتها ومهما كانت على مدى أكثر من عام أو دماء تسيل. ونسمع عن المنظمات الدولية تقول كلاما، ولكن يظل الحديث من مدرسة بحر البر إلى مجالس الحر شعب متبع وأمة لها روح. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكة، من الكعبة، من الأراضي المقدسة، من السعودية، ننتقل إلى المشاوس، ننتقل إلى بلاد الرافدين. الكلمة الآن لسفير مركز السلام بالعراق. كنت تسيب المكان وتمشي. انا جاي مكلف هم عارفين ولو لا انا سنتهم كان زمان طب انا فرحانه بقى ان انا ابقى مع قريبه النهارده. بص حضرتك انا الناس اللي معايا اي مكان انت
بشيلهم من هنا. قوية كده كده عشان اطلع ألفة بالأسبق. ايه انا قابلت خالي. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله. انا جيت بقى النهارده قلت بقى ما اشوف الحبايب واشوف الناس اللي الدكتور عباد الشهاب عارفه؟ طبعا. قريب من من اسكندراني. نفس لا من نفس العيله. هو يبقى ماما من ولاد ابو شهاب الدين. لو شغال ايه؟ ماسك دعم المكتب الرئيس الجمهورية، مكتب الدعم الفني. اعرفك عليه؟ اعرفك عليه؟ لا ما نعرف. عجوز عارف. ده علم مصر. ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. الطاقة الحبايب هنا بيبقى كلنا حبايب. من